خلال أدائه لعمله أصيب الرائد طارق الوتيدي رئيس مباحث قسم مصر القديمة بعيار من فرد خرطوش في الرأس والظهر، وذلك أثناء تصديه لأعمال بلطجة وشغب خلال مشاجرة عنيفة بين مجموعة أشخاص بمنطقة الجيارة تبادلوا فيها الأعيرة النارية، مما تسبب في حالة ذعر بين أهالي المنطقة. مصاب جديد من ضباط الشرطة. الرائد طارق الوتيدي أصيب بأعيرة خرطوش في الرأس والظهر أثناء قيامه بالقبض على عدد من البلطجية بمنطقة الجيارة بمصر القديمة. جالي بلاغ على الاسم وجود مشاجرة وإصابة أحد المواطنين بطلق ناري. انتقلت عشان أفحص مكان البلاغ، خدت معايا ضباط المباحث وخدت معايا أفراد القوة. وصلنا لمكان المشاجرة، فوجئنا إن في ناس بتضرب نار على بعض. زوجتنا 4 من أطراف المشاجرة ودخلنا عشان نكمل جوه نشوف صوت ضرب النار جاي منين. في واحد كان في الدور التالت تقريبا أو في الدور التاني ضرب طلقة خرطوش من فوق عملت الإصابات اللي فيها ديت. وقدرنا نظبط 4 من المتهمين وجيت على الاسم، وبعد كده رحت مستشفى القصر العيني وجيت عليه. كانت خناقة بين عائلتين وجبنا جه اتنين بلغوا انا في الاسم ان واحد منهم مضروب طلقة، ونزلنا مسكنا مجموعة والباقي ضرب علينا نار. الحالة الصحية للضابط مستقرة، ولكن إلى متى يظل مسلسل الاعتداء على رجال الشرطة؟ ومتى ننتهي من حالة الفوضى؟ السيد الضابط قادم للمستشفى بإصابات متفرقة بالرأس والكتف والصدر، إصابة طلق ناري خرطوش. قمنا بعمل الإسعافات الأولية اللازمة ووصف العلاج المطلوب، وجاري الآن علاجه إن شاء الله. رجال الشرطة على استعداد للتضحية بدمائهم وأرواحهم من أجل مصرنا الغالية. محمد علوي، التلفزيون المصري.